هتكلم معاكم النهاردة على فنانة مهمة جدا على مستوى مصر والوطن العربي، السيدة فاتن حمامة. اتولدت فاتن حمامة في السنبلاوين سنة 1931. درست في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل، وكان من ضمن دفعتها في المعهد الفنان عبد المنعم مدبولي والفنانة سميحة أيوب. وسنة 54 المخرج المصري المعروف يوسف شاهين اكتشف شاب وسيم اسمه ميشيل شلهوب، اللي هو بعد كده بقى الفنان عمر الشريف، علشان يمثل فيلم صراع في الوادي. فاتن حمامة وعمر الشريف اتقابلوا لأول مرة في شركة يوسف شاهين وهم بيعملوا بروفات الفيلم، وشكلهم كده حصل بينهم إعجاب متبادل من أول نظرة. فاتن كانت دايما بترفض القبلات في أفلامها، وكان ده بالنسبة لها موضوع مبدأ. لكن وهي بتمثل مشهد في فيلم صراع في الوادي قرب منها عمر الشريف واندمجوا جدا في التمثيل، والبوسة استمرت أكتر من 10 دقايق. المخرج يوسف شاهين ساعتها استوب يا جماعة، بقول استوب، وهم ولا هنا ولا هم حاسين باللي حواليهم. وخلص تصوير الفيلم. الصحافة طبعا مسكت الموضوع ده واشتغلت عليه، وده عمل دعاية مهمة جدا للفيلم، وكمان مع بعض الكواليس اللي نزلوها للناس كدعاية. ده اتسبب طبعا في ضجة كبيرة ومشاكل كتير بين فاتن حمامة وجوزها في الوقت ده عز الدين ذو الفقار. المهم عز الدين ذو الفقار زعل جدا طبعا، ويعني اتهمها اتهامات صعبة، وحصل بينهم في الوقت ده انفصال. وده كان سنة 54 بعد جواز استمر 6 سنين. وبعد كده كمان طلع الفنان شكري سرحان زعلان جدا، قال اشمعنى انا رفضت القبلات معايا في فيلم الطريق المسدود ورضيت مع عمر الشريف. تمام. طبعا طلاق فاتن عمل ضجة في الوسط، وكله بقى يتكلم ويتقال انها اتطلقت علشان عمر الشريف. لكن فاتن رفضت انها تقبل الكلام ده، ونفت الموضوع بشدة، وقالت عمر مش السبب، وهو ملوش اي دعوة بموضوع طلاقي من عز الدين. لكن المفاجأة بعد كام شهر ان فاتن وعمر اتجوزوا. وبعد كده فاتن نجمها سطع اكتر، وكانت بتعمل 12 فيلم في السنة. وفي الوقت ده الصحافة برضو ركزت على جواز فاتن من عمر، واتكلموا في موضوع ان فاتن مسلمة وعمر مسيحي، والناس والصحافة اتهموا فاتن بالخيانة. فاتن طبعا الكلام ده زعلها جدا، وفكرت انها تتطلق من عمر بسبب الموضوع ده. في نفس الوقت كان عمر بيخطي أول خطوة في طريق السينما العالمية، وخلص تصوير أول بطولة فيلم عالمي اللي هو لورانس العرب سنة 62. الفيلم طبعا نجح نجاح على مستوى العالم كبير جدا. فاتن كانت في صراع نفسي بين إنها تفضل في مصر وبين إنها تسافر تعيش مع عمر في فرنسا، وفكرت كتير، لكن في الآخر خدت قرار إنها تفضل في مصر، لأنها كانت نجمة كبيرة في الوقت ده. وقالت أقعد أشتغل وأربي ولادي، نادية بنت المخرج عز الدين ذو الفقار، وابنها طارق الوحيد من عمر الشريف. وكمان في الوقت ده كانت الصحافة العالمية ابتدت تتكلم كتير عن عمر وعلاقاته بنجمات هوليود، بالذات بقى النجمة
صوفيا لورين. في الوقت ده فاتن اتجننت وفكرت في الانفصال، وقررت وأخدت قرار بالانفصال من عمر. عمر ما كانش موافق خالص في الأول، لكن في الآخر مع إصرار فاتن وافق، وتم الطلاق سنة 74. ما عداش وقت كتير، بعدها بسنة، سنة 75، فاتن حمامة قابلت الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قسم الأشعة في القصر العيني، وكان دكتور كبير ومشهور وراجل محترم. حبوا بعض جدا واتجوزوا، وفضلوا مع بعض إلى أن توفاها الله سنة 2015 عن عمر 84 سنة. رحمة الله على الفنانة الجميلة فاتن حمامة.